السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبالصحة متمتعين يا أغلى وأحلى أخوات في الدنيا يا رب. كده اتفضلوا معانا النهاردة المكرونة بشاميل، فعاملين احتفال، عاملين صينيتين. الصينيتين كانوا أحلى من بعضيهم، يعني تحفة. يعني الشكل من غير جبن، من غير حاجات بتمط ولا أي حاجة، كله ده طبيعي في طبيعي. هنعملهم يعني ايه، هنضيف إضافة كده للبشاميل هتخلي لك اللون الحلو اللي انت شايفاه ده، اللون اللي هو عامل زي الأورنج ده، البرتقاني. فعلا تحفة تحفة من غير أي إضافات أو مكونات صناعية، لا كله طبيعي إن شاء الله. وهنعمله في غمضة عين، وهتطلع معاكي أحلى صينية مكرونة بشاميل بإذن الله. بس انت انزلي لنا كده وحطي لنا لايك واشتراك للقناة، وتفعيلكم مهم جدا، وانزلي لنا كمان وسيبي لنا كومنت حلو من ايدك الحلوة يا ست الكل. كده هنبتدي المقادير بتاعتنا. معانا نص كيلو لحمة مفروم، حطيناه على طاسة على النار، في معلقتين سمنة كده اديناهم تشويحة الأول، اديناها صدمة للحمة علشان بس ايه، ما يعني ما تنزلش مية كتير مننا. أنا آسفة للتصوير والله، أنا بإذن الله كده يعني ايه هحضر كده نفسي بإذن الله، هجيب أدوات وإن شاء الله نرفع كده من القناة. أنا هرفع في التصوير وأنت ترفعوا معانا في الكومنتات والاشتراك في القناة، وربنا يكرمنا بإذن الله جميعا يا رب، ويكرم كل اللي نفسه فيه. ربنا يديهولي يا رب إن شاء الله في يوم الجمعة بإذن الله. ربنا يكرمنا بالخير كله يا رب. كده هنحط ملح وهنحط فلفل أسود في اللحمة، وبعد كده هنسيبها لحد ما تفك. زي ما انتوا شايفينها كده، كانت لحمة ايه، كنت حطاها في الفريزر وحطيت السمنة، وكانت ايه يا دوب كده ايه كانت فكة، وحطيتها على طول في السمنة. فهنسيبها لحد كده ما تفك، ونرجع لها تاني نشوف. هنفرم بصلتين من البصل عندنا، واحدتين كده بصل، يعني واحدتين من البصل نفرمهم، ونرجع نحطهم ونضيف عليهم ايه الإضافات بتاعتنا. اللحمة المعصجة لازم ايه تتشمّح كده حلو، وتاخد كده من ريحة البهارات. ضفنا لها فلفل أسود، ملح، ضفنا اللي هو إيه الكباب الصيني للحمة، بيدّي طعم رهيب للحمة. بديل يعني إيه لجوزة الطيب اللي أنتِ مثلًا ممكن مش عايزة تضيفيها. هنحط البصل بتاعنا كده، وهنضيف نشوف المكرونة. سلقنا المكرونة، حطينا مية وحطينا ملح ومعلقتين من الزيت، وهنروح نشوف البصلة بتاعتنا ونضيف لها ايه، نضيف للحمة بتاعتنا البصل بتاعنا، ونضيف لها برضو فلفل أخضر، ونضيف زي ما انت تحبي الإضافات اللي انت تحبيها، فلفل ألوان، فلفل أخضر، زي ما انت عايزة ضيفي. كده نحط البصل بتاعنا ونروح بسرعة نشوف هنعمل ايه تاني. نديها تقليبة كده لحد البصلة ما تتشرب باللحمة، واللحمة كده ايه تتشرب بالبصلة. ويلا كده نشوف الإضافات بتاعتنا التانية. هنضيف ايه؟ عندك فلفل ألوان ضيفي، ما عندكيش عندك فلفل رومي بس أو فلفل أخضر حطي فلفل أخضر، ما عندكيش خالص استغني خالص وحط البهارات وهتبقى زي الفل. أنا كده ضفت بس ايه، ضفت البصل، البصل وخليته يتحمر كويس مع اللحمة المفرومة، وضفت لها ايه قرن فلفل اخضر بس مجاش في التسوير، وبعد كده حطيت لها عصير الطماطم زي ما انتم شايفين. هنزل عليها اسيبها بس تاخد لون حلو كده. كل ما تضيفي عليها الطماطم بتديها صراحة لون خطير، لون كده ايه تحفة باللحمة. حسي بيها تتسبك، حطي لها نص معلقة من السكر وزبيها براحتها كده، وهدي عليها النار وغطيها وزبيها تعيش مع نفسها. نعمل البشاميل بسرعة كده، معلقتين من السمنة عليهم معلقتين من الدقيق، عليهم شوية ملح، وسيبناهم كده ايه لحد ما ايه يستوي ايه الدقيق على النار براحته في المادة الدهنية. ايوه عايزين ان ايه نخليه يستوي. وبعد كده نضيف اللبن، وضفنا كوباية من المكرونة المسلوقة، مية المكرونة، يعني نص كيلو من اللبن وعليه نص كيلو من المية، مية المكرونة المسلوقة، وضفناهم كده على بعض. وهنجيب لهم ايه خلطة البشاميل الجاهزة دي، صراحة برضو بتدي طعم خطير للمكرونة البشاميل. كده هنضيف الإضافة الحلوة دي، هنحط بيضة، يعني بيضة فيها في البشاميل. أيوة البيضة دي هتغنيك يا ست الكل عن الجبن. ما عندك الجبن زي حالاتي، حط البيضة وهي هتديك اللون التحفة اللي انت شفتيه في البداية. اه والله العظيم فعلا.
كده هنضيف لها، وكنت حاطة للبشاميل فلفل أسود، يمكن لو لاحظتيها تلاحظيه كده إنه في نقط سودا، ده فلفل أسود مطحون برضو عشان ريحة إيه، ريحة البيض والزفارة بتاعته. نقلب كله كده بعد ما خلصنا البشاميل، والبشاميل سخن مش هتجرى ولا حاجة للبيض، لا هي يعني إيه، لا هيقطع ولا هيعمل ولا حاجة. كده بسرعة وخلصنا. هنحط بقى ايه، نحط المكرونة، نوزع المكرونة ونوزع اللحمة ونحط البشاميل وكده نضيف في الصواني بتاعتنا. ويلا بسرعة على كده على درجة حرارة 200، ونحطه في الفرن الصواني بتاعتنا الحلوة التحفة دي. وبألف هنا وشفا كانت المكرونة ما شاء الله الشكل والطعم تحفة تحفة. يا ريتكم كنتوا قريبين ناحيتي، ويا ريت كنتوا اتفضلتوا عندي. وطبعا عاملين صواني مش صينية واحدة، والله كان طعمها تحفة، والشكل النهائي يدل ان هي يعني الشكل والطعم تحفة. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، يا ريت يكون نال اعجابكم. ويا رب كده ايه يدومكم لي نعمة في حياتي يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. اشوفكم في فيديو تاني. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.